بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام لنكتسب التقوى وخشية الملك العلام، فقال ذو الجلال والإكرام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الخاتم خير الأنام القائل: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أي ستر وخفي فأكملوا عدة شعبان 30. وعلى آله وصحبه إلى يوم القيام. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فبعد استطلاع هلال شهر رمضان المعظم نفيدكم بعدم ثبوت رؤية الهلال هذا المساء، وعليه فسيكون الغد الخميس المتمم ل30 شعبان، ويبدأ الصيام بمشيئة الله تعالى من بعد غد الجمعة 24 من إبريل سنة 2020 للميلاد. وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل ندعو الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يرفع البلاء والوباء عن ظهر الأرض، ويحفظ بلادنا من شره ووباله، إنه على ما يشاء قدير. أيها المشاهدون والمشاهدات، إليكم نبذة عن بعض مختصات هذا الشهر الفضيل. أولاً، نستقبل هذا الشهر المعظم في ظروف استثنائية تفرض علينا أحوالاً غير معتادة، ولذا فإلحاقاً ببيان دار الإفتاء الأول بخصوص غلق الجوامع والمساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمعة بصفة مؤقتة حماية للأرواح من جائحة فيروس كورونا، فسوف يستمر إغلاق الجوامع والمساجد إلى أن تصدر الجهات المختصة بزوال الخطر، عسى أن يكون قريبا. ولذا فمن نافلة القول لن تقام صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، على أن يصليها كل فرد في منزله، ويمكن أن تصلي الأسرة الواحدة في جماعة بإمامة أحد أفرادها في منزلها. والتراويح سنة مستحبة، وهي من أجل العبادات في هذا الشهر. ثانياً، صيام المريض، ويراد به المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه ولن يجد فرصة للقضاء ما دام ملازماً له على الدوام، فلا يلزمه الصيام ولا القضاء، وعليه فدية. والفدية إطعام مسكين عن كل يوم يفطره بما يشبع المسكين، وقدرها بعض الفقهاء بمد، والمد يساوي 750 جراما من غالب قوت البلد. ولمن يريد إخراجها نقدا فقد قدرت الفدية نقدا بقيمة القمح بمدينة أسمرة ب12 نقفة عن كل يوم، وعن الشهر كله ب360 نقفة، وإن كان موسراً فزاد على ما ذكر حسب إمكانياته عن كل يوم، مثلاً 25 نقفة أو 50 أو 100، فقد زاد أجره وانتفع المساكين. أما المرض الذي يرجى شفاؤه ولكن الصيام معه يسبب مشقة وألما، فله أن يفطر ويقضي بعدد الأيام التي أفطرها بعد معافاته. ثالثاً، صيام كبار السن كالشيخ الفاني والمرأة المسنة لهما أن يفطرا ولا قضاء عليهما، وعليهما فدية عند الجمهور، والتي قدرت نقدا بقيمة القمح ب12 نقفة عن كل يوم، وإن عجزا عن الفدية فليس عليهما شيء. رابعا، زكاة المال، فقد تعود البعض على إخراج زكاة المال في رمضان، والزكاة تجب إذا بلغ ما يملكه المسلم أو المسلمة نصابا أو حدا معينا، ومرجعنا في معرفة النصاب هو الذهب، فإذا بلغ المال قيمة 85 جراما، والذي يقدر حاليا ب70,000 نقفة، وملك هذا القدر من المال أو أكثر بعد خصم مصاريفه منه، وبقي في يده لعام كامل، وجب عليه إخراج 2.5% أو 25 نقفة عن كل 1000 في كل عام. خامساً، زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان،
ويجوز تعجيلها وإخراجها قبل ذلك، حتى أجاز بعض المذاهب إخراجها من أول رمضان، وهي صاع طعام، وقدر الصاع بنحو 3 كيلوات. ولمن يريد إخراجها نقدا فقد قدرت بقيمة القمح بأسمرة ب45 نقفة عن كل فرد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى. سادسا، الإفطار. ترهق ميزانية بعض الأسر في شهر رمضان خاصة لإعداد ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، بل ويستدين البعض لأجل ذلك، وكان من المتوقع أن تخف الميزانية، فعليك أن تفطر على ما تيسر لك، ولا ينبغي أن يكلف رب الأسرة فوق طاقته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، أي بشرب الماء 3 مرات. سابعا، إنه شهر الرحمة والبر والإحسان. لقد تعود البعض على إعداد موائد إفطار للمساكين في هذا الشهر لنيل الأجر والثواب، وهو عمل جليل، إلا أنه يتعارض مع التباعد الاجتماعي، والأفضل في ظرفنا الحالي التصدق بالمال بدلا عن إعداد الموائد لمصلحة الفقير. وعلينا أن نتفقد أحوال جيراننا ومعارفنا وكل من هو في أمس الحاجة إلى المساعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ثامنا، إنه شهر إجابة الدعاء. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم: والصائم حين يفطر. فما أحوجنا إذا تهيأنا للإفطار أن نبتهل إلى الله تعالى بأن يتجاوز عن خطايانا، ويتقبل صيامنا وقيامنا، ويرفع عنا البلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. وكن دائما صابرا متفائلا عظيم الرجاء في الله عز وجل، فهو يغير الأحوال بين طرفة عين وانتباهتها، فإن مع العسر يسرا. وانظر إلى الجوانب الإيجابية من لزوم المنزل، فانتهز الفرصة بالمداومة على تلاوة كلام الله المجيد، وكرر ختمه خلال الشهر مرارا. وفي الختام، ومن أجل سلامة المجتمع نوصي الجميع بالتقيد بإرشادات الجهات المختصة بالدولة، ومد يد العون والمساعدة لكل فرد تضرر من هذه الأحوال، ودعم جهود الدولة والشعب في مواجهة هذه الجائحة، داعين الله تعالى أن يعين ويحفظ العاملين في المجال الصحي الذين يتفانون في رعاية المصابين، معرضين أنفسهم لخطر الإصابة، وأن يشفي المرضى، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.